24 لاعب اللي غيمثلوا المنتخب الوطني في اللقاءين الوديين المقبلين ضد كل من نونغولا وموريتانيا. اللائحه ديال ولد الركراكي فيها رياح تغيير. تكلمنا بشكل كافي على ابراهيم دياز اللي يقدر يقدمه المنتخب الوطني، وبطبيعه الحال تكلمنا على رياح التغيير من خلال العوده ديال سفيان رحيم. رياح التغيير كتعني كذلك انه 9 ديال اللاعبين اللي كانوا في لاكان ما تعيش ليهم، كاين اللي بسبب الاصابه وكاين اللي اختيارات تقنيه. السؤال الكبير، ما محل عميد الفريق السابق رومان سيس من الاعراب؟ واش كيعني انه نهايه ديال مسار لاعب كبير مع المنتخب، او فقط فتره لاسترجاع الانفاس مع احتمال العوده ديالو في التربص المقبل اللي غيكونوا فيه اللقاءات المؤهله لكاس العالم؟ الدور ديال رومان سيس دور اساسي كلاعب كيجمع المجموعه. البراسار غادي يمشي يمكن حكيم زياش بحكم الاقدميه والتراتبيه، ولكن زياش ليدر تكنيك ماشي لاعب اللي يمكن له يحفز ويحمس المجموعه ديال المنتخب الوطني. كاين دي بروفيل اللي يقدروا يعوضوا في المنتخب بحال اشرف حكيمي ولا ياسين بونو. هذا الغياب يقدر يكون مؤقت او يقدر يكون نهائي ديال غامسيس. كاين حاله اخرى اللي يمكن ما كتخضعش المعايير التقنيه، هو الحاله ديال امين حارث. الغالب الله امين حارث لحد الان مازال ما كاينش ماتش ريفيرونس ديالو مع المنتخب منذ اللقاء ديال ايران اللي كيرجع لسنه 2018 في البدايه ديال المشاركه ديالنا في لا كوب دي موند. اللهم بعد الفلاشات نهار اللي دخل مع واحد لافريك دو سود وكنا خاسرين وقلب الماتش، او من خلال بعض المباريات في لحظات معينه، ولكن لحد الان مازال ما عطاش داكشي اللي كيعطي في مارسي او اللي كان كيعطي مع الشالك من الشالك كان في البوندسليغا ولعب على اللقب. كذلك كاين ريح التشبيب من خلال الاعتماد على عناصر بحال الياس اخوماش او يوسف الخديب ملقب بيوسي اريير غوش في ريال مدريد في لي جون عنده 18 سنه. كنتكلموا على نوايا او البوادر ديال التغيير في المنتخب اللي غادي يكون تدريجي ومن بعد غيولي جدري. تدريجي من هنا لاكان 2025 ومن بعد جدري من بعد لاكان 2025، لان كاين واحد الجيل ديال اللاعبين اللي غيوصلوا لواحد السن معينه. التعامل ديال الوليد الركراكي ديال لا ميريتوكراسي خلى ان عبد الصمد الزلزولي يرجع للمنتخب الاولمبي. الزلزولي لحد الان 15 ماتش مع المنتخب، 0 بوت 0 باس ديسيزيف، بمعنى فتره من الفترات ما نقدروش نتعاماو وخص حتى اللاعب يرجع يحط رجليه للارض ويعرف بانه كاين احتمال انه يكون داك لي فاز كومونيكون بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي بحكم السن. نفس الشيء بالنسبه للاعبين اخرين اللي في المنتخب الاولمبي واللي كيطلعوا على المنتخب الاول ويقدروا في فتره من الفترات يتبوؤوا زوين هذه الكلمه دي مكان في المنتخب. ولكن كما كان الحال كفى من ديك الصراعات الشعبويه القوميه اللي كنشوفوها. الا كان لاعب ديال داز في الرجاء وما كاينش في المنتخب، فجزء من الجمهور ديال الرجاء ما غيهتمش بالمنتخب او غيتمنى انه يقول لهم شتيو ما عيطوش ليه وشتي النتيجه كي دايره وكان عندي الحق. ونشتي بالنسبه للجمهور ديال الوداد كنتكلموا على الحاله ديال داريه والحاله ديال رحيميه والحاله ديال شي لاعبين في حاله الغياب ديالهم في المنتخب، فالناس كيعطيو ظهرهم للسيليكسيونا وما كيبقاوش يتكلموا عليها وكيهتموا بها. هذا المنتخب ديال الجميع، هذا المنتخب اللي ناويين يمشي لابعد مدى في السنوات المقبله، خصو يفوز بكوب دافريكا 2025. كاين اوبليغاسيون دو ريزولتا هاد المره، لا تبرير للفشل اللي ما ديناش في المغرب. كاين اوبليغاسيون نمشيو ل 2026 نديروا احسن تمثيليه ممكنه. واش نوصلوا دومي فينال ولا لا هذاك هضره اخرى، ولكن نديروا بون كوب دو موند 2026 و 2030 منتخب اللي موراه الشعب وموراه جمهور وموراه صحافه وموراه امكانيات وطاقات نقدروا نحققوا واحد الحلم اللي حتى شي واحد ما كان كينتظروا يعني منذ 2 أو 3 سنوات او السنوات الاخيره. المهم في هادشي كامل هذه الفتره ديال وقت الحزه، وفي وقت الحزه خص بنادم يتكاتف الجهود ديالو باش يشجع المنتخب. ونتمنى للجمهور اللي غيكون في اكادير في رمضان ضد لونغولا وضد موريتانيا يفهم هذه الرساله. ونشتي بالنسبه للجمهور المغربي المتواجد في اوروبا باش يمشي لانطاليا يشوف المنتخب ديال قبل 23 سنه حجه وزياره. كاين بزاف الناس كيمشيو لتركيا كيمشيو يدوزوا العطله، كيمشيو يشوفوا التقسيم، كيمشيو يشوفوا الكران بازار. فالمنتخب حتى هو محتاج حتى هو المنتخب الاولمبي الدعم ديالكم، بالدعم ديال الجمهور، بالغياب ديال الصراعات الفئويه ودوك الكلام في لي باج وفي لي ريزو سوسيو.
هذا ما كاينش انا غنحيدوا حريه التعبير، ولكن انا راه عندي الحق. والله يجعل المغرب ما يديرش نتيجه مزيانه باش نبين انا عندي الحق. الا حيدنا هذا الفكر هذا يمكن غادي نطوروا بزاف الاشياء، لا في العقليه ديالنا لا في المجتمع ديالنا، وبطبيعه الحال با ترانزيتيفيتي في المنتخبات ديالنا وفي الكره ديالنا. السلام عليكم.